السلام عليكم حبايبي. احدى المتابعات طلبت من عندي، قالت لي شلون اسوي مرقه الدجاج بدون ما تصير بيها زفره. اليوم راح اسوي لكم مرقه الدجاج وراح تدعوا لي عليها، ما بيها اي ريحه زفره. اول شيء تاخذون الدجاجه تكون حسب يعني شلون تردوها انتم، دجاجه كامله بس الافخاذ بس الصدور، بس اهم شيء تتخلصون من الزوائد. الشحم يسبب زفره، الزوائد اللي بالبطن، اللي الجلد تحت الجنح هذا يسبب زفره. عندي هنا ناخذ فلفل اخضر وفلفل حار، اذا ما حابين الفلفل الحار استغنوا عنه. عندي نص طماطيه وبصل، بهارات دجاج، وعندي نص خاشوقه زنجبيل مطحون، وماجي دجاج، وملح. الملح لا تضيفوه بالبدايه لان عندنا الماجي مالح، فاخر شيء ذوق المرقه اذا احتاجت ملح ضيفوا الملح. هاي بالبدايه اخلي زيت بالجدريه وراح ابدي احمس الدجاج. الكميه انا هنا اللي اخذتها مالتي تقريبا عندي كيلو من الافخاذ، واخلي وياه باقي المواد اللي هي البصل والفلفل والماجي والبهارات. ونسيت اقول لكم اخذت نومي بصره لا تكسروه، اذا كسرتوه راح يبدي يذب المراره مالته بالمرقه وراح المرقه تصير مره. فيعني هيك مجرد ثقب صغير تخلون بالنوميه بصره وتخلوه ويا الدجاج. هسه راح اضيف المواد كلها على الدجاج وابدي احمسهم كل زين ويا الدجاج. الملح لا تضيفوه هسه، يعني سبق وقلت لكم ببدايه الفيديو انه الماجي يكون مالح، فالملح يعني يجوز ما تحتاجوه. اذا ضفتوا الماجي يعني انتم الماجي تخلون مكعب واحد او مكعبين، يجوز تكتفون بالملوحه مالت الماجي. الملح يكون اخر شيء من تذوقون المرقه. شوفوا اذا محتاجه ملح خلوه ملح. هسه بديت احمسهم كل زين بالخضروات ويا الدجاج. هسه الخضروات راح تذب بالسوائل مالتها، وراح الدجاج يمتص الريحه مالت الخضروات. هاي هنا تلاحظون شلون الخضروات شلون ذبت السوائل مالتها، وما احكي لكم عن الريحه كلش طيبه. انتم هسه راح تجربوه وتشوفون. ضفت هنا تقريبا كوب من اللبلبي او الحمص. الدجاج عندي هنا استوى نص استواء، يعني بالبخار مالت الخضروات راح يستوى عندكم نص استواء. هنا راح نضيف مي مغلي، لازم مي مغلي. وهاي مرقتنا كملت، وانا اسفه اعتذر لان ما ذكرت لكم ايش قد بقت تفور من بعد ما خليت المي الحار. يعني من بعد ما خليت المي الحار تقريبا بقت تفور عندي من 5 دقائق ل7 دقائق، لان تقريبا